السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق والآل وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل حاجة كده حلوة ولذيذة الولاد بيحبوها، واحنا طبعا قاعدين في اجازة عايزين كل شوية ايه الولاد يتسلوا بأي حاجة هم قاعدين. فهنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ طبعا هنعمل، انتوا شايفين المقادير معايا اهي. انا هعمل معاكم البسيسة اللي هي الكيكة بدقيق ايه الذرة. بصوا احنا معانا هنا ايه، هقول لكم معايا هنا ايه دلوقتي. احنا معانا هنا الدقيق بتاعنا اهو، نخلينه وحاطينه اهو كويس جدا. بصوا اهو معانا هنا ايه، معانا كوبايتين دقيق ذره. دقيق الذره دوت اللي هو بيتجاب من عند الفلاحين، او بيتباع عند العطار. بيبقى دقيق اصفر كده، بيبقى ايه حلو جدا ومغذي جدا للاطفال. عليه ايه بقى؟ عليه كوبايه دقيق ابيض. يعني معانا هنا الدقيق، المواد الجافه هقول لكم عليها واحده واحده مع بعض. معانا كوبايتين دقيق ذره، ومعانا كوبايه دقيق ابيض، ومعانا على نص المعلقه الصغيره دي اهي كربوناتو او البيكنج صودا، دي بتتجمع من عند العطار. ومعانا على طرف المعلقه ذره ملح اهي، طبعا عشان تزيد الطعم. ومعانا هنحط كيس بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر اهو هنرشه كده عليها. طبعا الكيكه او البسيس عشان تعمليها معاكي تبقى ناجحه لازم تنخلي الدقيق، ولازم تكوني مسخنه الفرن قبليها ب10 دقايق، ولازم تبقي الحاجه بتاعتك بدرجه حراره المطبخ. يعني ايه الحاجه بدرجه حراره المطبخ؟ يعني معانا يبقى البيض بدرجه حراره المطبخ، واللبن والزيت. تمام، ده كده المواد الجافه مع بعض. حطينا هنا ايه تاني في الطبق سريعا كده؟ كوبايتين دي ذره، كوبايه دي ابيض، حطينا نص معلقه صغيره من اللي هي معلقه الشاي دي، نص معلقه صغيره كده اللي هو الكربوناته او البيكنج صودا. وهنحط بقى ايه دلوقتي مع بعض كده الحاجه الجاهزه اهي، اللي هي الجافه جاهزه اهي معانا. كوبايتين دقيق ذره، كوبايه دقيق ابيض، كيس بيكنج باودر، نص معلقه صغيره كربوناته او بيكنج صودا، ورشه ملح اللي هي ذره ملح عشان تظهر طبعا الطعم بتاعنا، وتعادل ايه، تعادل السكر، يعني يبقى السكر بتاعنا مظبوط وطعمها مظبوط. تمام، هنحط بقى في الخلاط دلوقتي المواد السائله مع بعض. ايه بقى المواد السائله مع بعض؟ هقول لكم دلوقتي مع بعض هنحط ايه في الخلاط. بصوا بقى هنعمل ايه مع بعض. هنحط هنا في الخلاط المواد السائله مع بعض. المواد السائله عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه زيت اهي، الا ربع، مش كوبايه كامله. زيت يكون زيت نباتي نضيف ملوش ريحه، ولا نستخدمش زيت التمون يا جماعه، نستخدم زيت يكون حلو نضيف. ومعانا هنا كوبايه سكر اهي. الكوبايه اللي هنعاير بيها الدقيق هي اللي هنعاير بيها اللبن، هي اللي هنعاير بيها الزيت، هي اللي هنعاير بيها السكر. ومعانا كوبايه لبن اهي. كل ده في الخلاط هنحطه على بعضيه كده. ومعانا 3 بيضات، هنكسر 3 بيضات مع بعض اهو. ادي التانية، ادي التالتة. هنفضي عليهم كيسين ايه، كيسين فانيليا اهو. هروح بقى انا دلوقتي على الحنفيه بس اغسل ايدي مطرح البيض وهرجع لكم بقى تاني. بصوا حبايبي اهو معايا الخلاط بتاعي اهو. حطيت فيه كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، حطيت 3 بيضات، حطيت كيسين فانيليا. هضربهم بقى دلوقتي على اقصى سرعه لحد ما السكر يدوب وكل المواد السائله تمتزج مع بعضيها وتختلط كويس مع بعض في قلب الخلاط. وهنرجع بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. بس انا مش هشغل الخلاط يعني وانتوا في الفيديو عشان خاطر صوته هيبقى عالي جدا. بصوا ضربت الحاجه اهي كلها في الخلاط وامتزجت اهي مع بعض. هنحطها بقى ايه على الدقيق بتاعنا اهي، هنفضيه كده. حاطين ايه في الطبق دوت؟ حاطين كوبايتين دقيق ذره، حاطين كوبايه دقيق ابيض، حاطين معانا نص معلقه صغيره بيكنج كربوناتو، معلش اسفه، كربوناتو اللي هو بيكنج صودا، وحاطين ذره ملح، وحاطين كيس بيكنج باودر. تمام اهو. بصوا هنقلب بقى كده مع بعض، نقلب في اتجاه واحد يا جماعه، ما نخليش الكيكه تتقلب في كذا اتجاه. الكيكه او البسيسه بتتقلب في اتجاه واحد عشان خاطر ايه، يدخل لها هوا حلو كتير كده وتبقى معانا هشه وحلوه، ما تهبطش مننا وتبقى ايه، تبقى مكتومه. فاحنا هنديها تقليبه كده جميله كده سريعه بسرعه، تقليبه حلوه كده محترمه على قد ما تقدري. بقى قلبي بسرعه بسرعه كده زي ما انا بقلب كده، وفي اتجاه واحد.
مش عايزين نقلب في عكس الاتجاه عشان خاطر ما تهبطش مننا وتبقى مكتومه اهي. اديها تقليبه كده سريعه، مش عايزه اي تكتلات من الدقيق تبقى ظاهره معايا، وفي نفس الوقت عايزه ادخلها هوا عشان خاطر لما تيجي تاكليها تبقى هشه وطريه كده حلوه معاكي، ما تبقاش ايه مكتومه، وتلاقي كده فيها فراغات من جوه، تبقى حلوه قوي الفراغات دي فيها اهي. بصوا على قد ما تقدروا قلبوا كده بسرعه في اتجاه واحد. بصوا بقى يا جماعه هي قلبتها، بصوا ده القوام المطلوب منها اهو في التقليب بتاعنا اهو. بصوا حلوه، داخل لها هوا جميل وكتير كده وحلوه، كلها فقاقيع كده من جوه اهي. بصوا ده القوام اللي انا ايه محتاجاه اهو، ده القوام المظبوط بتاع الكيكه ايه بتاعتي او البسيسه بتاعتي او كيكه الذره زي ما بيسموها يعني. بس احنا زمان يعني احنا زمان عارفينها بكده بالبسيسه، حديثا بقى قالوا عليها ايه كيكه الذره. بصوا معايا هنا ايه المقدار بتاعنا ده، هنعمله في الصينيه مقاس 30 اهي. المقاس دوت بيبقى حلو جدا على الكميه اللي انا عاملاها، انا دايما بعملها فيها. دهناها بدهنه زيت خفيفه اهي بالفرشه، ندهن كده بسبب الاطراف كده والجوانب بتاعت الصينيه بتاعتنا دهن خفيفه خالص اهي. بصوا اهي. بعد كده بقى هنفضيها في قلب الصينيه اهي. بصوا القوام بتاعها حلو ازاي، بصوا جميله جدا وقوامها حلو قوي، ده القوام المظبوط اللي انا ايه محتاجاه. هنزلها بقى انا دلوقتي من الطبق وهدخلها الفرن وهقول لكم بقى دلوقتي هنعمل فيها ايه. بصوا انا حطيتها اهي في الصينيه بتاعتي، هجيب بقى ايه خله، لا اما سكينه كده رفيعه اعمل ايه كده اهو، كده اهو شكل عشوائي كده. ليه بقى بعمل الحركه دي؟ عشان الكيكه بتاعتي ما تهبطش من النص او تبقى من الاطراف بتاعتي مش عاليه اهي، وفي نفس الوقت تبقى ايه تبقى هشه وحلوه اهي. هعمل ايه بقى فيها؟ انا مسخنه الفرن قبليها ب10 دقايق، ما نسخنهاش بقى اكتر من كده يا جماعه، عشان لو سخنا الفرن اكتر من 10 دقايق هتخلي الكيكه بتاعتنا غامقه ومش حلوه. هدخلها بقى انا الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، هنسيبها نص ساعه. هنعرفها استوت ازاي لما تلاقي ريحتها طلعت وشميتي ريحتها ان هي طلعت، تفتحي الفرن بالراحه خالص، هنفتح الفرن بالراحه خالص علشان ما ندخلهاش هوا. وهنجربها هنعملها تيست كده بالخله بتاعه الشيش طاووق، لا اما بشوكه لا اما بطرف السكينه. لو طلعت معانا فيها عجين تبقى هي لسه محتاجه ايه تسويه. طلعت الخله او الحاجه اللي احنا بنختبر بيها الكيك بتاعنا او البسيطه بتاعتنا ما فيهوش اي حاجه، يبقى هو كده خلاص تمام استوى، هيبقى واخد وش من فوق ومن تحت. وهوريها لكم دلوقتي لما تطلع، هدخلها الفرن ولما تطلع هوريها لكم. بصوا يا حبايبي البسيطه بتاعتي اهي لسه طافيه عليها حالا، لسه طالعه من الفرن اهي سخنه. بصوا اهي مقطعها كده، طبعا هي سخنه جدا لسه طافيه عليها حالا. بنطلعها من الفرن على اي فوطه او على اي حاجه تكون ألمونيا، ما نطلعهاش على حاجه ساقعه يعني، ما نحطهاش على الرخام مباشره عشان خاطر ما تهبطش مننا مره واحده. ولما بنطلعها من الفرن بنسيبها جوه الفرن حوالي دقيقتين، وبنوارب باب الفرن. تمام، بنوارب باب الفرن بتاعنا كده وبنسيبها جوه الفرن دقيقتين، وبعد كده بنطلعها على اي حاجه ايه ألمونيا او على اي فوطه. ما نطلعهاش على سطح الرخام على طول عشان سطح الرخام هيبقى ساقع وهي سخنه هتخليها تهبط معانا بسرعه. بصوا انا بقطعها كده اهو، هطلع لكم دلوقتي حته تشوفوها معايا اهي. هحاول اطلع لكم حته كده من النص حلوه جدا مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي ساده بالليل والولاد وهم قاعدين عايزين يشربوا شاي مثلا بلبن نديهم منها، بتبقى حلوه قوي مع الشاي بلبن. رايحه النادي، خارجه رايحه شغلك تاخدي منها، رايحه مصيف اهي، اي حته رايحه فيها هتاخدي منها معاكي، هتبقى حلوه جدا وهتنفع الولاد جدا وهتبقى مغذيه اليوم. هطلع لكم دلوقتي حته وهوريها لكم. بصوا هحاول اطلع حته كده من النص. بصوا
بصوا لسه سخنه حالا. بصوا الدخان طالع منها ازاي اهي. بصوا هشه قوي. بصوا قلبها من جوه طريه جدا، سفنجه اهي. بصوا عامله ازاي، ظهرها زي وشها. بصوا لونها حلو جدا اهي. اطلع لكم حته تاني تشوفوها اهي. بصوا بس هي طبعا عايزه تبرد شويه وتهدى عشان خاطر نعرف ايه نقطعها ونمسكها. بصوا هشه وجميله طريه سفنج. بصوا بصوا بس هي سخنه مش قادره ايه اوريها لكم اكتر من كده. قولوا لي بقى ايه رايكم في البسيطه بتاعتي لو عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله وفي حفظه، واقول لكم مع السلامه.